السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، وتعملوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، يدبي لكم سبسكرايب. النهارده بقى تعالوا نشوف. شفتونا يا جماعة في الفيديو اللي هما احنا مش شايفين. عملناه. تعالوا نشوف بقى النهارده هنعمل ايه. ايوه ماشي، النهارده هنعمل فطير. هنعمل الفطير. انا هحط الفطير جميل اوي وأمور كده. ايوه كنت مصوره بيه مقطع على اساس ان انا اعمله معاكم، بس ما حصلش نصيبي ان انا اكمله، يعني لقيت نفسي تعبت. ما علينا، هنجيب صينيه وهنجيب معلقه سمنه كده كبيره في الارضيه. ماما انا فكرت اللي هو عسل. ماشي، ندهن الارضيه معلقه سمنه كبيره. استنى عشان هما مش شايفين منك، شايفين راسك بس. وعندي لفه جلاش. جلاش ماما ولا فطير؟ لا، ما هو الجلاش ده هنعمل منه الفطير. انت نسيت ولا ايه؟ نسيت والله. نسيت صح؟ نسيت. بص بقى، استنى انا عايزه اعمل معاك. استنى هنجيب نقطع منها واحدة، نجيب رقة من الجلاش كده نفرشها في الصينية، وعكسها الناحية التانية كده. تمام. هنا بقى الخلطة دي عبارة عن معلقتين قشطة، ربع كوباية سمنة أو نص كوباية سمنة، ايه تاني، بتاع ده زبادي، قشطة علبة زبادي، وقلبت كل ده مع بعض. ايوه ماشي، قشطة وزبادي، قشطة وزبادي ورشة بتاع ده بيكنج باودر، مش رشة، ذرة بيكنج باودر. ماشي، وهنعمل كده. استنى يا لا انا عايزه اجرب احط ماشي، استنى حاضر لبره كده، ايه لبره. ماشي، نعمل كده لبره. نبعد ده كده دلوقتي خالص، والقشطه دي نبعدها خالص، ونشوف عشان اشوف ازاي. هنحط دي ربعها او نصها جوه ونصها بره، كل الاطراف. ماشي، نصها بره ونصها جوه، نصها بره ونصها جوه. ماشي، هنعمل كده. بس اياد بقول لك هنعمل نصها بره ونصها جوه، وبعدين هنيجي ندهن الجلاش اللي جوه مش اللي بره. احنا كده كده اللي بره ندهن من الخلطه اللي انا قلت عليها: زبادي، علبه زبادي، رشه بيكنج باودر، بتاع ده قشطه، معلقتين قشطه كبار. ماشي، ونديها رشه كده من السمنه. اتفقنا؟ اهي هندخل النص ده جوه، النص اللي يخش يدهن من القشطه ومن الزبادي ومن السمنه ومن البيكنج باودر. ماشي، يبقى اللي احنا انا مش عارفه اعمل منك حاجه. استنى اهي، ندخل دي، نعمل تاني اهي، ندهن كده زبادي والقشطه والسمنه. نفضل كل ورقه ندخلها ندهنها، كل ورقه ندخلها ندهنها. اتفقنا؟
ماما اهي. استنى ايه، اهي كمان الطبقه دي ندهنها. كده. يبقى احنا في الخلطه بتاعت الجلاش دي حاطين فيها كوبايه زبادي، وحاطين فيها ذره بيكنج باودر، وحاطين فيها 3 معالق قشطه كبار، ماشي كده اهو. وبعدين طبقه من فوقيهم كده. ماما محتاجة ده؟ لا، وندهن الطبقه اللي من فوقيهم دي تاني، والفرافيت دي في النص كده، ماشي. عندي عشان بكمل بقيه الصينيه لان انا عاملاها فطيره كبيره. نطلع كده اهي، ناخد منها نكمل كده، نفلت كده وندهن اهي. ندهن الطبقات اللي ايه اللي اتحطت. نفضل ندهن كل الطبقات اللي اتحطت، وهكذا لغايه ما انت عايزاها بقى صغيره، عايزاها كبيره، مفيش مشكله في طبقاتك اللي انت عايزاها، مفيش مشكله خالص. انا هعمل دي اخر حاجه اهي، عكس عكاس. هعمل كده، ادخلها جوه كده، واجيب الطبقه بايدي كده اهي، الفها كده اكنك بتجيبي الحواف بتدخليها لتحت اهي. هعمل في دي كده نفس الكلام، ادخل كده الحواف، بدخلها الحواف بتاعت الجلاش ادخلها كده لتحت، بحيث ان هي لما تكون مستوية ما يبقاش الجلاش طالع حروفه، لا كده تبان ان هي فعلا محدش يقدر يميز ان هي جلاش. يعني اللي يشوفها ما يقولش ان ده جلاش، اللي يشوفها هيقول ده فطير، ماشي. وبعدين من فوق الوش نديها دهنه كده، دهنه كده برضو ماما بصي، ماما بصي، بس كده تكون احنا خلصنا. وهندخلها بقى كده ايه الفرن، كده الفرن، واول ما تطلع نشوف هتبقى عامله ازاي اهي، عادي خالص. كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها اتعملت، ولما نشوف بقى هتبقى عامله ازاي. اوكي، وكده طلعتها من الفرن، بقت فطيره اهي حلوه وطريه. هنحط لها بقى ايه، عايزاها تبقى، بصي انا طلعتها بعد وهي سخنه لسه طالعه من الفرن اهي، رشيت لها رشه ميه كده، ودلوقتي هحطها في كيسه، يا اما لو هناكلها على طول
نحط لها معلقه قشطه، معلقه قشطه كبيره. احنا مش هناكلها دلوقتي لان انا عامله فطير الطاسه. انا هعمله لكم فيديو تاني هناكله الفطير ده، وده هشيله وقت تاني. بس بصوا مورق ازاي من جوه. انا عايزه اوريكم سخنه جدا. مورق ازاي، شايفين طبقاته؟ بصوا الطبقات بتاعته مورق وحلو ازاي. مرة حلوة. طبعا اياد اساسا هو اللي خلاني اعمل الحفله دي، لان اياد بيحب الفطير وكل شويه عايز فطير. بسم الله ما شاء الله. حلوة أوي أوي أوي. ايه أنا عايزة المحروق. استنى دي. احلى فطيره في الدنيا، وحاجه خفيفه وبيتي، ولا لسه هتعجني بقى ولا لسه هتعملي فيلم. حاجه خفيفه وسهله، وما اعتقدش ان هي هتبقى صعبه على اي حد. دلوقتي اقول لكم بقى ما تنسوش تحطوا اللايك بتاعي وتعملوا اشتراك لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم كلكم، يا رب يديمكم نعمه في حياتي. باي باي.